في الطريقة قيل كلام جيد جدا، لكن ببساطة قال علي أبو كليوة إذا كان الإنسان عايز يتبع النبي يقرأ شمايله وأخلاقه وصفاته، بعدين قيس معاملتك وتصرفاتك وأقوالك لأقواله ومعاملته وتصرفاته. وبيرى أنه إذا أنت ماشي ورا النبي تمش ولا تتلفت ولا تشتغل بغيره لأنه قد يغيب عن نظرك. فقال إذا كان هو رؤوف وإنت عنيف إنت بتتلفت وبتنقطع، إذا كان هو كريم وإنت بخيل إنت بتتلفت وبتنقطع، وتقيس صفاتك لصفاته. وافتكر بالصورة دي أدى مقاس عملي وبسيط ويمكن للناس أن يمارسوه، وما تحصل مطابقة الصفة للصفة إلا بالتقليد في العبادة، لأنه بالعبادة بتكون الأنوار المقوية للإنسان أن يدرك كمال الصفات وأن يتعشق كمال الصفات وأن يقدر على محاكاتها. فمن هنا علي كأنه أدى مقاس بسيط يضبط العبادة ويضبط المعاملة. هنا في ناحية الحقيقة برضو قيلت كلمات طيبة جدا، قال علي عوض الله، وقال يوسف جورج مرتين، وقال عبد الرحيم الريح. عبد الرحيم جاب معانا افتكر جديدة يجوز على مش بالضبط جديدة، لكن كثير من الإخوان بيحب أن يذكر بها. فهو قال في مضمار قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة كأنما قابله بالولاية والنبوة والرسالة. فقال الأدب في الشريعة أن تسير خلف الرسول، والأدب في الطريقة أن تسير خلف النبي، والأدب في الحقيقة أن تسير خلف الله. ودي في الحقيقة جوهر الموضوع، دي الزبدة بتاعه. ونحن أصله نبينا جانا رسول ليسوقنا لله الله، والسير خلف الله ما في تجسيد للذات الإلهية تعالى الله عن ذلك، لكن تسير خلف إرادته، تريد ما يريد له، وده الرضا. فقال السير في الحقيقة هو السير خلف الله. والنبي فعلا جاي يسوق الناس لأن يرضوا به الله، لأنه جاي يسوق للعبودية، وهو اتصف بالعبودية وعايز يديهم مما عنده من الصفات ليوصلهم لربهم ليكونوا عبيد بالعبادة. وبرضو ورد من الإخوان أنه الحقيقة هي الذات، وعند العارفين كده مظهر الله في الذات هو الحقيقة، ومظهر الله في الأسماء والصفات والأفعال هو الحق. الله هو الحق في مظاهر تنزلاته، وهو الحقيقة في صرافة ذاته. وقالوا أن الحق عنده ضد هو الباطل، والحقيقة ما عندها ضد، ولذلك هي أحسن كلمة توصف بها الذات ما عندها ضدية. لكن الذات تنزلت. في ناس يتكلموا عن تنزلات الذات يقولوا الحق، وفي ناس يتنزلوا يتكلموا عن تنزلات الذات ويقولوا الحقيقة، كأنما الحقيقة عندهم مراقي من الله ذي المعارج، المنازل بتنزيل الذات لتقرب من الناس. والذات في صرافتها لأنها واحدة مطلقة الوحدانية، ما بتنعرف لنا، ما بتدرك عقولنا، لذلك تنزلت وتقيدت في الثنائية، في الصفة وفي الاسم، في الناحية اللي نحن بنشبهها فيه. ولذلك ربنا يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الحكمة في التنزل للزوجين أن نحن ما دام عندنا عينين وعندنا أذنين كل حاسة مننا ثنائية، ما بندرك الأشياء إلا بالمقارنة، الخير بالشر والسواد بالبياض والظلام بالنور والحلو بالمر وهكذا. فهنا يقولوا أنه الذات تنزلت في مراتب الحقيقة لغاية ما بقت ما عليه الوجود اليوم هو حقيقة. واحد سأل الشيخ قال له إرادة الله شنو؟ قال له ما عليه الوجود. لما تبقى إرادة الله ما عليه الوجود يبقى ظهور الله أظهر من كل شيء. كل ما تقع عليه عينك أو تسمع أذنك أو يذوق لسانك أو تشم أنفك أو تلمس يدك، دي مظاهر إرادة الله، ودي حقيقة.
هنا جاء كلام يوسف قال الرضا مش بالإرادة. الرضا مش بالإرادة، الرضا بالرضا. وده كلام دقيق جدا في المعارف، لأنه الله أراد شيء مرضاه. الله أراد الكفر لكن ما يرضى الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذن الانتقال في العبادة هو أن نرضى بما يرضاه الله مش بما يريده الله، لأنه الله في إرادته في الخير والشر وعنده حكمة في تنزيله. والحقيقة عرفوها برضو العارفين، قالوا هي معرفة أسرار الألوهية، وأسرار الألوهية مودعة دائما في الفعل الإلهي، وسميت سر لأنها خفية. والله يقول عنه الظاهر الباطن، الباطن ده هو السر، فهو ظاهر في فعله، باطن في حكمته في فعله. من هنا يبقى الرضا بالإرادة غلط. انت لما تكون في مرحلة الشريعة يجب ألا ترضى بالحرام. ده معنى قول يوسف أنه الرضا مش بالإرادة. الحرام والكفر والجهل والفسق ده كله إرادة الله، لكن يجب ألا ترضى به.